اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده اليوم السادس في عمر الفراخ بتاعتنا. النهارده بسم الله ما شاء الله احجامهم كويسه جدا، زي ما انتم شايفين كده. الفرخه ما شاء الله ملو ايدك حلو مقلبص وحلو، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. وطبعا برضو الفراخ البلدي ما شاء الله حلوه ازاي شايفينها قدامكم ما شاء الله، بدا يطلع لها ريس بسم الله ما شاء الله اللهم صل على النبي. طبعا الدوره دي معايا قلت لكم زي ما حضراتكم كوكتيل، فيها 5 بطات بلدي وفيها هجين وفيها ابيض زي ما انتم شايفين. زي ما اتفقنا المره اللي فاتت اللي احنا هنحضن بس الفراخ البط ده عشان هو صغير جدا، حجمه صغير، كانت بطه بشاير. والخمس بطات صغيرين جدا، لو عزلتهم لوحدهم هيموتوا من البرد، لان الجو برد جدا. زي ما انتم شايفين كده الفراخ ما شاء الله زي الفل معايا. وطبعا لازم نرفع البيض التحضير ديت ونحط لهم العلافات، لانهم بداوا ايه كبروا على الصينيه ديت، وعايزه ايه تترفع شويه، ننزل لهم العلافه بقى وتترفع على طوبتين زي السقايه كده بالظبط. طبعا قبل ما ابدا الفيديو ده جميل جدا جدا جدا، يعمل لايك للفيديو ويعمل شير وما يشتركش في القناه يشترك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله. بحبكم في الله كل اصحابي وحبايبي الحلوين اللي بيشوفوني وبيعملوا لايك للفيديو. الوصفه ايه النهارده؟ طبعا هم جعانين زي ما انتم شايفين كده. الوصفه بتاعتنا ايه النهارده؟ وصفه جباره جدا هننزلها على العلف. ايه هي؟ هقول لكم عليها دلوقتي حالا. طبعا احنا مستمرين، احنا طبعا لسه ما كملناش اسبوع. ده البيضه بيض بلدي، والله بيض بلدي وطازه اهي كمان. شوفوا الصفاره بتاعتها، بيض بلدي 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 اهي. هحط بيض ايه؟ طب احنا مستمرين، انا بحط كل يوم بيضه. طب البيضه وايه بقى؟ هفركها بس عشان الفراخ ما تاكلهاش. احط بقى مكون سحر بقى. المكون اللي هحطه ده بيقوي العظام، بيقوي العظم بتاع الفرخ، بقوي رجليهم، بقوي يعني هو في كالسيوم، في كميه كالسيوم ده في اطباء بيوصفوه للانسان نفسه بياخدوه لو قدر ياخده. ايه هي الوصفه دي؟ الوصفه دي زي ما قلت لحضراتكم هي وصفه للمفاصل، وصفه العظام. وصفه بتقوي العظم، بتقوي عظم الانسان، بتقوي عظم الحيوان. كالسيوم طبيعي 100%. شوفوا الفراخ البلدي بتأذن بسم الله ما شاء الله، ما غلقوش اسبوع وبيأذن. الوصفه دي خطيره 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 جدا جدا جدا. دي تقويه للعظام ممتازه ممتازه ممتازه. هقول لكم عليها حاجه اهي. دي ايه؟ دي ايه؟ شكلها ايه؟ دي وصفه دي ايه؟ انتوا عارفين انت عارفه قشور البيض المسلوق اللي انا بسلقه ده؟ انا جمعته. لو مسلوق اطحنيه، نشفيه وطحنيه في الكبه عادي. لو بيض مقلي بعملها كده اومليت، حمصيه الاول او عقميه بميه مغليه، لازم يكون متعقم، وطحنيه في الكبه اهي معلقه اهي. المعلقه دي المفروض تنزل على كيلو علف. طبعا اللي قدامهم ده مش كيلو، فانا هنقصها شويه، بس انا بوريها لكم دلوقتي ان ده قشور البيض المسلوق اللي انا بسلقه لهم كل يوم. فجمعته وحمصته كويس جدا وطحنته في قلب الكبه لما بقى بودر كده زي ما انتم شايفين. قشور البيض دي كالسيوم طبيعي 100%. في دكاتره فعلا بيوصفوها للناس بيحطوها على الزبادي على الزبادي وبياكلوها، لان هي فعلا كالسيوم طبيعي 100%. بتقوي العظام وتقوي الفرخ ومناعه جميله جدا جدا جدا. لو بحثت عنها هتلاقي هي لها فوائد كتيره جدا جدا جدا. هنقصها واحطها على علف عشان يحقوا ياكلوها، لان هي هما جعانين. انا خدت نص المعلقه واحطها على العلف وهقلبها برضو قدامكم. هقلبها في العلف كله. طبعا هما صغيرين وبنقضوا لان العلف ناعم وبنقضوا كله في بعض. طبعا انا جوعت قبلها بفتره عشان خاطر ايه الحاجه تتحط قدامهم ياكلوها. انا يوميا بحط البيضه وبصل، بيضه وبصل. النهارده ما حطيتش بصل، هكتفي بالقشور البيض كفايه عليها قوي كالسيوم. هي والبيضه كالسيوم طبيعي 100%. فبيعملوا ازاي على البيض؟ كالسيوم طبيعي 100%، كالسيوم رهيب 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 بسم الله ما شاء الله. وانا مستمره طبعا. النهارده اليوم الخامس او السادس، لا السادس. مفيش اسهالات معايا، مفيش سالمونيلا، مفيش اي مرض ما شاء الله. زي الوقت زي الفل بسم الله ما شاء الله، حجمهم حلو. ايه هي السالمونيلا؟ السالمونيلا بتظهر، هوريكم دلوقتي. بتظهر في مؤخره الفرخ هنا كده. شوف الفرخه مؤخرته نضيفه ازاي. السالمونيلا بقى تلاقي هنا ايه، دايره كده دايره كده، وتلاقي فيه اسهالات والريش ده معكوف.
ما شاء الله مفيش حاجه، مؤخره الفرخ نظيفه جدا وجميله، مفيش سالمونيلا، مفيش اي حاجه، ومفيش انتفاخات، والفرخ يعني براقه زي ما انتم شايفين، وريش ابيض وما شاء الله مقلبظ وحلو زي الفل. يعني هما المفروض السلمونيلا دي بتظهر عند الفرخ عند عمر 4 ايام تقريبا. لو الفرخ عنده سلمونيلا بتظهر عند عمر اليوم الرابع بالظبط، تلاقي السلمونيلا بدأت تظهر. هي لو اهملتيها خطيره، لكن هي لو ظهرت عندك في الفرخ لازم تنزل لهم مضاد حيوي فورا، لازم مضاد حيوي معوي، لان هي طبيعي هي بتيجي في المؤخره، يعني هي معويه، لازم بطن الفرخ في الامعاء بتاع الفرخ لازم تنزل لهم مضاد حيوي معاهم، مضاد حيوي تنفس. لكن الحمد لله بسم الله ما شاء الله ما ظهرش عندي ولا فرخ فيه اي حاجه، لا في الفراخ البلدي ولا في الفراخ البيضاء بسم الله ما شاء الله، لان طبعا انا من اول يوم وانا شغاله لهم في وصفات طبيعيه ومضادات حيويه، غير اللي انا كمان نزلت لهم جرعتين واستقبال فيهم مضاد حيوي معاهم مضاد حيوي تنفس. يعني ممكن ما تنزليهوش بس تهتمي اهتمام زايد، والاضاءه والتدفئه، يعني هي دوره ناجحه، تدفئه تهويه فرشه نظيفه. الفرشه زي ما انتم شايفين انا ما غيرتش فرشه ولا حاجه، بس الفرشه نظيفه قدامهم، لو هي تستدعي ان انا اغيرها هشيلها، بس انا شايفاها قدامهم زي الفل بسم الله ما شاء الله، مش مستاهله ان انا اشتريها، نظيفه حلوه. انا وسعت لهم المكان شويه زي ما انتم شايفين كده، المكان وسع اهوت، ويعني ما يكملوا اسبوع برضه هوسع لهم كمان اكتر، وما يكملوا اسبوع هديهم جزء تهويه، يعني هديهم جزء تهويه بالنهار حوالي 5 سم في 5 سم كده من الشباك، ان هم ياخدوا نفس، بس ما يكملوا اسبوع، لازم من اول يوم لغايه العمر الاسبوع مفيش اي تهويه نهائيا. لما يكملوا الاسبوع اديهم تهويه بسيطه، ولو الجو فيه هوا ما تفتحيش عليهم، الجو مشمس وجميل زي الايام الجميله اللي احنا فيها دي، تفتحي لهم بالنهار بس قطع حته كده من فوق من اعلى الشباك ورد 5 في 5 كده. ودرجه الحراره طبعا كل يوم بتقل عن يوم، يعني هي بتستقبلهم على درجه حراره 35، فبتفضل تقل كل يوم، تقل درجه كل يوم، تقل درجه كل يوم، تقل درجه، يعني هو معتبر بكره تبقى درجه الحراره بتاعتهم 30. كل يوم بتنزلي درجه، اليوم بتنزلي درجه لغايه ما بتوصل درجه حرارتهم 25 تقريبا. في جدول بالاعمار والاوزان ولدرجات الحراره، يعني انا متابعاها. شوفوا انا كنت ماشيه بال 200 و 250 فرخ بنفس النظام ده بالظبط، يعني انا بربي ال 30 دول زي ما كنت بربي ال 200 فرخ، هو نفسه بالظبط، ما باهملش، بنزل الوصفات والخلطات ومشروب والمشاريب برضو في الميه، الوصفات في الميه والوصفات في العلف والتهويه والنظافه، زي ما بتهتم بال 30 كنت بهتم بال 200 بالظبط، مفيش اي فرق، مفيش اي انا مستقليهم في عيني طبعا، وكنت بربي كتير وربيت القليل، بس الحاله اللي احنا فيها دي مفيش فيها اي مكاسب نهائيا. عشان تجيبي ضربة فراخ 200 فرخ و250 فرخ وتصرفي عليهم تخش في 10 12000، وبعدين تيجي تبيعي تبقى تلميش فلوسك، يبقى كده خساره. لا نوقف الشغل ده نهائي، ونجيب اكتفاء ذاتي كده على قد بيتك وبس. فلما نشوف ربنا يعديها على خير الاعلى في اللي احنا فيه ده. زي ما قلت لحضراتكم وصفه النهارده عباره عن قشور البيض. نخش مفيد، هو قشور البيض المسلوق، انا حوشته البيض اللي بسلقه. لو انت عندك بيض عاملاه مليت كده ولا حاجه بتاع القميص، لا تغليه في ميه، لا تحمصيه في الفرن وتحميه في الكبه ناعم يبقى بودر، وحط معلقه كبيره على كيلو العلف، كالسيوم طبيعي 100%. يا جماعه اللي ما اشتركش في القناه يشترك ويعمل لايك للفيديو، يا ريت تشيروا الفيديو يستاهل فعلا ان هو يتعمل له لايك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.